السلام عليكم يا أعزائي الكرام، في هذا الفيديو الجديد الذي سنتكلم عن شيء مهم كثيرا ومن أهم الأشياء، وهو جيميني والذكاء الاصطناعي الذي أصبح الناس يعتمدون عليه بشكل رهيب وكثير في إنتاج أي شيء، وهو حقا مفيد. وأريد أن أعطيكم أحد الخاصيات المهمة التي أنا كنت حقا أعاني منها وقد أفادتني كثيرا، وهي إعادة الكلام لجيميني كلما أريد أن أتكلم معه أو ينتج لي شيئا آخر. أحتاج دائما أن أعيد له الكلام وأعيد له معلوماتي الشخصية. مثلا كلما أكمل معه الحديث وأريد التحدث معه على بروجرام الغد أو شيء كهذا أو تمرين أو شيء كهذا، يقول أجده لا يتذكر ما كنت أقول له، فهمت؟ ويجب علي الإعادة من الأول، وهذا كان يزعجني دائما. كلما أريد أن أقوم ببروجرام أو شيء كهذا في حياتي، يجب علي أن أعطيه الأهداف وأعطيه أين أدرس وأعطيه كل شيء من أجل إعطاء بروجرام أو إجابة صحيحة ومفيدة. وهذا هو الذي سنحله في هذا الفيديو إن شاء الله، حيث سأعطيكم كيف تقوم ببروجرام جيميني حتى يتذكر أي شيء دون إعادة كل ذلك. أول خطوة نقوم بها هي الذهاب إلى 3 نقط. نأتي إلى الأسفل، تلقى حسابي الخاص بك، تضغط على بارامتر كذا، ثم تذهب إلى الذكاء المخصص. نعم، الذكاء المخصص. ثم نأتي إلى هنا، ثم نأتي إلى تعليمات جيميني، يمكن تخصيص الردود كذا. نأتي إليها، نضغط عليها. الآن سنذهب إلى الواتساب من أجل الحصول على البرومبت الذي سنملأه أولا. هذا هو البرونت يا أصدقاء الذي يجب عليك أن تعطيه له من أجل تذكره دائما، وهذا هو البرونت الذي أقترح عليك والذي سأبدأ العمل به. أنت مساعد شخصي ومستشار في الذكاء، أريدك أن تبني جميع إجاباتك بناء على المعلومات التالية، وأن تعتبرها مرجعا دائما أثناء محادثتنا. فيما يبقى يرجع ليها باش يعطيك إجابات دقيقة. المعلومات اللي غتعطيه: الاسم ديالك، العمر، هنا البلد، هنا المهنة أو المدرسة، ماذا تدرس أو تعمل، واش باقي كتقرا ولا خدام، المستوى الحالي، مبتدئ أو متوسط في ديك المهنة أو لا تلك تلك التدريس. أهدافك الرئيسية، هنا كدير الأهداف بالترتيب: الهدف الأول اللي عندك مهم، الثاني، الثالث. الاهتمامات، تدير الاهتمامات باش كتهتم انت في الحياة ديالك، وشنو اللي كيعجبك، واش الرياضة ولا التجارة ولا البرمجة. تختار وحدة ولا تقدر تحيد هادشي وتدير انت داكشي اللي بغيتي. العادات التي أريد بناءها، هنا كدير العادات اللي بغيتي انت تولي تحصل عليها من خلال داك البروغرام اللي بغيتي يوجد لك ولا أي حاجة. العادات التي أريد التخلص منها، شي عادة عندك وبغيتي تحيدها. الوقت المتاح يوميا، الوقت اللي يكون عندك فارغ. الطريقة المفضلة في التعلم، بالشرح مبسط بالأمثلة ولا بخطوة بخطوة. كيفاش بغيتي يبقى يعطيك الأجوبة؟ واش بغيتي يبقى يعطيك بالشرح يشرح ليك، ولا بالأمثلة ديال يعطيك مثال مثلا، ولا خطوة بخطوة يعطيك لي زيتاب، فهمتي؟ دير هادي ثم هادي ثم هادي مثلا. ولا بالممارسة مع المدة، يقول لك دير هادي وبقى تعاودها باش تتعلم. كيف أريد أن تجيبني هذا، وكيفاش بغيتي يبقى يجاوبك هذه بلا ما تغير فيها والو. أعطيني إجابة عملية وليس نظرية فقط. ركز على النتائج والتطبيقات. إذا كان هناك طريقة أسهل أو أسرع أخبرني بها. إذا لاحظت أنني أضيع وقتي فقل لي ذلك بصراحة. المهم هاد النقاط راه مهمة، ما تغير فيها والو. صافي، غادي نجيو غتهز هاد البرونت هذا كما غادي تعدل عليه داكشي اللي بغيتي. أنا هنا قمت دابا بالتعديل ديال هذاك البرومبت كما قلنا، ها هو كما هو. هنا جيت المعلومات، كتبت حمزة، العمر، المغرب، العادات التي أريد بناءها، الانضباط. انت تقدر تغير هادشي ودير الانضباط وكاع العادات اللي بغيتي دير، فهمتي؟ العادات التي أريد التخلص منها، الإهمال. فهمتي؟ انت دير كاع العادات اللي عندك انت خايبين وبغيتي تحيدهم. الوقت المتاح، شحال عندك ديال الوقت في النهار؟ نديرو 7 مثلا، 7 ولا 7، نكتبو ساعات في اليوم. الطريقة المفضلة في التعلم بالشرح المبسط وحتى خطوة بخطوة. كيف أريد أن تجيبني، هادو خليتهم كما هما. دابا غادي نجي غندير لهادشي كوبي بحال ما هكا، نديرو تحديد الكل بحال ما هكا، نديرو نسخ ونجي على حساب السكريبت. دابا غادي نهز هذا، غادي نحطو هنا.
هنا المعلومات المطلوبة تذكرها. ياك صافي غادي نحطوها، هو دابا ولا تيتذكر كلشي. غنديرو ارسال صافي. أعتقد أنه ذلك البرومبت كان كثيرا عليه، لذلك سنقوم بقسم هذا البرومبت إلى قسمين كده. سنقوم برفع هذا القسم ثم القسم الثاني. أمم، أوكي. هذا هو من المعلومات الشخصية، وهنا سنقوم كيف أريدك أن تجيبني. هذه سنعطيها في ميساج لوحدها. سنقوم الآن بكذا وسنرى هل ستنجح هذه الطريقة. سنرى. آه. مهم. سوف نرى. لقد نجحت بالفعل. ها هو البرومبت قد حفظ كما ترون. اسم حمزة عمري المهنة التجارة وصناعة المحتوى، مستوى متوسط، أهدافي كذا. سنضيف القسم الثاني الذي هو كيف أريد أن تجاوبني، وهذه كل إرشادات سيتذكرها عند الحديث معي. سنرى إن كان سيتذكرها. وهكذا قد نجحت الطريقة. سنذهب الآن لمعرفة هذا، ودابا نتيستيو واش خدام. هنا عطيتو أريدك أن تعطيني خطة عمل لغد مع أن تراجع لي ما تعرفه أنت عني، وأعطيني خطة مناسبة لغد ولأهدافي ولأولوياتي مع ذكر اسمي وذكر عمري وكل شيء وأهدافي، حتى أرى أنك تتذكر كل شيء. أنتم باش تعرفوا بأنني بأنني أول conversation معه هي هادي. ولا مثلا أنا نعاود لكم باش تطيق. ندير نسخ، نجيو لهنا نديرو محادثة جديدة. هانتوما محادثة جديدة. نعاودو نسخوه معاهم كما بقى ندوي. نديرو بابليش. شوفوا واش غادي يتذكر كلشي ولا لا، داكشي اللي حطينا ليه ولا لا. ها انت. اهلا بك حمزة. عمري ما أنسى أهدافك وشغفك. أنت شاب طموح في 21 عمر، تعيش في المغرب وتعمل في مجال التجارة وصناعة المحتوى وكذا، وبناء على طلبك التركيز على النتائج 7 ساعات المتاحة لديك يوميا. الخطة متكاملة، وكما كتشوفوا أنه عاقل على كاع داكشي اللي كنا كتبنا ليه في هذوك سميتو. وانا غادي نحط لكم مع الاخوان هاد البرونت هذا باش نتوما تعمروه بداكشي اللي بغيتو، اللي هو هذا في سميتو. غادي نحطو لكم في صندوق الوصف، وان شاء الله غيعاونكم مزيان. هاد جيميني بلا ما تحتاجوا تبقاو تعاودوا ليه من الاول، وغيولي ينظم معكم الحياة ديالكم مزيان. واي واحد كيخدم شي خدمه ولا شي ايطاج اخرى بغاه ينقص ليه الايطاج والعمل ديالو، يقدر يدير بلاصه هاد البرونت، يدير برونت مخصص ليه، فهمتي؟ يقول ليه في بلاصه ما دير هادي. ديما نبقى نعطيك مثلا عنوان الدرس كذا، انت دير لي المقدمه ودير لي الخاتمه. المقدمه احترم فيها هاد الشروط، الخاتمه احترم فيها هادي، احترم فيها هذا. تولي تعطيه غير العنوان الدرس، هو غيوجد لك الدرس كامل. ولا مثال البروغرام ديال الناس اللي كيديروا الرياضه والفيتنس، ولا مثلا تيديروا كمال الاجسام. الا بغى شي نظام غذائي يقدر تحط ليه برونت ديال النظام الغذائي. الا عجبك هذا المحتوى دير واحد سبسكرايب باش يبقى يطلع لك اي فيديو كنشرو هذه القناه ان شاء الله لتطوير الذات وتطوير الشباب، واي حاجه كتساعدك في الحياه اليوميه ديالك ولا اللي ما كنتيش عارفه غتلقاها في هذه القناه هذه ان شاء الله. وكل نهار فيديو ان شاء الله. مرحبا بكم.